السلام عليكم غزالات ديالي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ احوال طيبه، واشر مبارك، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه طول العمر وكل ما كتمناو. اليوم معكم هذا الفيديو من الدار. حبيت انني نقدم معكم حتى انا شي حاجه ديال العواشر. عملت صفوف وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. واحد الصفوف يا البنات كيفاش كيجي، اش نقول لكم، كيحمق، واحد اللذة فيه، واحد القوام. قلت ضروري ما نشاركو مع البنات. انا الصفوف ديالي دائما كنعتمد نفس الصفوف ديال ماما، اللي هو صفوف ديال زمان وصفوف مقوم والاصلي والتقليدي. ما كنعملش فيه شي حاجات اللي ولاو دابا كيعملوهم. ما كنشوفش اصلا حتى الصفوف ديال الاشكال ديال الانواع واشكال الصفوف. كنشوف دائما الصفوف اللي كيجي لذيذ لذيذ وقوامه مزيانين، وكنعتمدوا دائما هو د ماما. وضروري خصني نشاركو مع الحباب والصحاب باش دائما حتى هما تعم الفائده ليهم. ونبداو على بركه الله. اول حاجه كنعمل على حسب انا ما عملت كيلو ديال الطحين. كنت نعمل غير نص كيلو، بقيت ارا نزيد نص، ارا نزيد 100 غرام، ارا نزيد مع شحال، تصدقت وصلت الكيلو. باش نعطيكم القياس نيشان. ما بغيتش ندوخكم هكا بالغرامات وديك الشيء ولا هكا، قلت نيشان كيلو. شوفوا كنحمروا في الكوكوط كيجي التحمير ديالو كيحمق، ولكن خصكم ضروري ما تقابلوه مزيان مزيان مزيان. تبقاو كتحركوه، ما تحيدوش يدكم عليه. هنايا ساليت له تحمر، دوز لي واحد نص ساعه المقاله وانا كنحمرو، خليته يبرد. هنا جبت جنجلان، حنا كيتباع عندنا هكا واجد منقي مغسول مكمل. عرفتوا البنات، درت بالدراع باش جبرت الجنجلان، جبرت هاد 3. هزيتهم باش نبدا بهم الصفوف، فيهم 400 غرام في الوحده. غنستعملهم بثلاثه بهم الصفوف، يعني 400 غرام و400 غرام و400 غرام، هي 120 كيلو و200 غرام ديال الجنجلان. دائما كنعملوا القوام ديال التقاوت يكونوا زايدين على الطحين، يعني كنغلبوا شي شويه ديك التقاوت باش ما كيجينا شي الصفوف ديالنا فيه غير المذاق ديال الطحين، كيجي يعني مقوم، ما كتفطنش نهائيا بديك المذاق ديال الطحين. ولو ان ديك المذاق الطحين محمر كيكون لذيذ صراحه. كما كتشوفوا هنايا الكوكوط هي النيت اللي انا حمرت فيها الطحين، زدت عليها جنجلان، هو باقي بيض كما كتلاحظوا. يعني الكوكوط كانت باقا غير دافيه، طفيتها وخليتها تدفات وزدت عليها هادوك. هنا حبه حلاوه والنافع نقيتهم عملتهم في الميكات، خليتهم باش من نحتاجهم نجبرهم على يدي. كما كتشوفوا يعني عندي واحد المقدار قليل، ما عملتش بزاف. نعملهم حتى هما يتحمروا على قياس الطحين اللي عندي. يعني عملت فقط غير ديك شويه هكا، نقيته باش ما يغلبش عليا، وبقى يعني كنحمر هنا هنا وهنا حتى كيتحمر ديك الشيء. وضروري من العافيه تكون مهيله باش ما يشمتوكمش. كما كتشوفوا هنا الجنجله راه بدا كيطلع منه البخور، يعني راه ما حيدش حتى هو يدي منه نهائيا باش ما يشمتكمش. الا مشات تحرق كيولي مر حالته، كيجي ديك الصفوف ما فيه ما يتنكل بسبب ديال الجنجلان. الا تحمر بزاف راه كيمرار وما كيجيش نهائيا مزيون في الصفوف. ضروري خصكم تبقاو تذوقوا وانتم كتحركوا وانتم كتحمروا وكتشوفوا اللوين نفس الوقت ذوقوه. هنا كما كتشوفوا النافع راه هو بدا كيتحمر لي، حتى هو فقط غير يتحمر شويه كتحيدوه. الجنجلان هو الدلوين كما كتلاحظوه، لوين غزال محمر على قياسه وقابلته من ديك الشيء. النافع حتى هو. ونضيف دابا حتى حبه حلاوه باش هي نعطيها وقيته ديالها ونحمر. انا هنا الصفوف راه قسمته على 3 ايام، شويه كنحمر، شويه كنطحن، شويه كنخلط، باش عاد جمعت لكم الفيديو. ولكن باش ما يغلبش عليا عملت له هكاك، لان عندنا بزاف ما يدار. هنا اللوز انا اللي كنستعمل باش كنهني راسي وكيخرج لي اللوز غزال. هو هاد اللوز ديال ليدل الصراحه. كنشري ديك اللوز الهنود، اللوز ديال هنا عندنا ازدا تيسكو، داكشي كيجيبوا ديال الهنود كيكون ناشف، ما كيجيش به حتى شي حاجه مزيانه، لا من البريوات لا من الصفوف لا من كل شيء. كينشف كل شيء البنات. انا فايته مجرباه عامات هما، وماما اللي عرفاتو جات لعندي قالت لي بنتي هاد اللوز عندكم ناشف، هذا راه ما يجيك به حتى شي حاجه مزيانه. قلت لها بالصحه ماما والله الا داكشي اللي كاين. وليت كنشري هذا اللي كيخرج لي الله يعمر السلعه، سواء هذا المنقي او اللي بلا تنقى كيخرج مزيان. هنا كما كتشوفوا كنوريكم العبار ديال اللوز اللي غنعمل. رانا شريت الباكيات، شريت 8 الباكيات. غنوريكم العبار ديالو شحال يخرج لي في 8 الباكيات على صوم كيلو ديال الطحين.
عندي كيلو 335 غرام. منه غنحيد الزواق، ومنه غنخلي ديك كيلو 200 غرام اللي غنعمل في اللوز. يعني زايده على كيلو ديال الطحين 200 غرام، يعني كيلو ديال اللوز و200 غرام زايده على قياس الطحين. غنعملو في الزيت تكون بارده كما كتلاحظوا، نفس الكوكوط. انا قلت لكم عملت الطحين لقيت نزيد هادي، راه نزيد نحيد عليا هادي، راه نزيد نحيد عليا هادي، تجبرت راسي محمره كلشي الحمد لله. كنعمل غير شويه ديال اللوز، ما كنعملش ديال الزيت، كنعمل غير شويه ديال الزيت وكنضيف له. انا قليت اللوز كامل في دقه، ما بقيتش كنقلي شويه بشويه، قليت كلشي في دقه. عملته على الزيت بارده كما شفتوا، عاد شعلت البوطه ودوزتو في ديك الزيت كامله، وعاد شعلت عليه وغنبقى حتى هو مقابلاه مزيان باش ما يشمتنيشي. راه اللوز دغيا كتشبط فيه الزيت ودغيا كيتحمر، يعني نقصوا له العافيه مزيان 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 وخليوه. دابا نتوما كتحركوا كل مره حتى تحيدوا، يعني تشوفوا اللوين ديالو ولا مزيان. كما كتلاحظوا الزيت هنايا صافي راه سخنت مزيان. ما تحيدوش يدكم، حركوا قد ما قدرتوا باش ما يشمتكمش، باش يخرج لكم اللوين ديال اللوز مزيان ويكون كامل محمر بنفس الطريقه. ما يجيش شي محمر شي ما محمر، شي بارد شي مقلي. ضروري اللوز يجي مقلي مزيان باش هذاك هو السر حتى هو ديال الصفوف. الا كان اللوز كيجي بحال كاواتشو راه ما كاينه علاش. ديك اللوز اللي كيجي هكا انت كتجر هو كيجر راه ما كاينه علاش، كيخيب لكم الصفوف مره. هنايا كما كتشوفوا صافي اللون اللي بغيتو رانا وصلت له. غنبدا نحيدو، راه ما نعمل له لا كاغيط لا حتى شي حاجه باش ما يسفلي الزيت. بغيتو يبقى لي بالزويته ديالو اللي غتبقى فيه، لان هذيك حتى هي من السر ديال اللوز. كما كتشوفوا اللوين ديالو جا كامل بحال الكاميرا هنا شويه راه كتجي كتبين لكم بحال محمر شي شويه، ورا اللون ديالو ماشي هو هذا نيشان، ورا شويه كلير على هكا، يعني على هذا اللون. هنا كما كتلاحظوا صافي حمرت هادشي كامل، حيدته عليا وخليته حتى لغدا. وغنبدا معكم شنو غنعمل هنا. صافي بدينا النهار الثاني، غنبدا نطحن اللوز. شوفوا هنا انا استعملت هاد الماكينه هادي باش نهرمش بها اللوز باش ما يشمتنيش. شوفوا التهرميشه كيفاش كتجي ديال اللوز، كتحمق فيها. غتشوفوني كيفاش غنستعملها، هذه راه بلا ضو بلا حتى شي حاجه. عملت الزبده حتى هي باش ترجع لي نوازط. الزبده حتى هي كتعملوها وكتنقصوا العافيه. استعملت هذه ديال ليدل، عملت 250 غرام وتقريبا النص ديال الاخرى، يعني ماشي كامل النص ولكن ديروا ديك 150 غرام اولا 120 غرام ديال زايده من الاخرى على صوم كيلو ديال الطحين. هنا كما كتشوفوا هذه الماكينه اللي استعملت باش هرمشت بها اللوز، كتستعمل غير بالخيط. صراحه واعره التهرميشه ديال التقاوت كاملين. كنستعملها حتى للربيع حتى هما لكل شيء، كتخرج زعما داكشي فيها غزال. شوفوا التهرميشه كيفاش عامله ديال اللوز، وكتشوفوا اللوز باقي شويه فيه ديك الزويته ديالو. داكشي ضروري خصو يكون، لان باش يجيكم في الصفوف مزيون ما تخليوهش ينشف لكم، ديروه في الكواغط نهائيا. هنا الزبده من بعد ما بدات صافي دابت، كنبداو نحيدوا لها الحليب ديالها ضروري باش ما يغمل لكم شي الصفوف. ضروري من الزبده نحيدوا لها الوجه ديالها كامل. هذاك الوجه كامل راه هو كيكون عندنا حليب. الا خليناه راه الصفوف ما كيجيش، كيدوز واحد الوقت كيطلق النسمه، بعدا ما كيبقى لكمش طري، ونفس الوقت كيبدا يغمال. من الاحسن خصكم تحيدوا لها الوجه وتخليوها. شوفوا الوجه اللي حيدت وتخليوها تولي لكم نوازط. هنا من بعد ما طحنت هذا جنجلان واللوز كما كتلاحظوا، اللوز هذاك النص ديالو هرمشو، والجنجلان راه النص هرمشو والنص طحنته مزيان كما كتلاحظوه. غنبدا نخلطهم مع بعضياتهم كما كتشوفوا. هنايا راه عندي كنوريكم الجنجلان اللي مهرمش، هذا الجنجلان اللي مهرمش والجنجلان اللي مطحون مزيان. نخلطهم مزيان مع بعضياتهم مع التقاوت الاخرين كما كتشوفوا. هنايا هذه النافع راه انا طحنته وكملته، نعمل منه 4 ديال الكواتشار د النافع على قياس كيلو ديال الطحين. 4 الكواتشار النافع ضروري تطحنوه وتعاودوه مزيان وتغربلوه، خصو يتغربل
باش كيتحيد منه ديك الحبيبات ديالو باش كيجيكم مزيان. وهذا حبه حلاوه نعمل منها نقولوا 2 كواتر ديال حبه حلاوه، ما خصهاش تكون غلابه كثر من النافع. النافع حسن كيجي فيه المذاق في اللوز في الصفوف ديالنا. وهذه القرفه حتى هي نعمل منها واحد 2 كواتر ديال القرفه هكاك كبارين ضروري. وهنا عندي الجوزه من بعد ما حكيتها، عندي جوزه طريه حكيتها، لا بغيتوها باودر تشريوها غير بودره هكاك تقدروا. عندي قبصه الملح، وعندي هنايا زعفران شعره وشويه ديال المسكه الحره طحنتها مع السكر هكا غير بالكاس بالقاعد الكاس كما كتعمل ماما. والزعفران شعره البنات راه كيعطي للصفوف واحد اللون ما نقول لكم شيء ومفيد للصحه. انا حمرته شي شويه هكا في البوطه باش يعني تطحن لي هكا بين يدي كما كتشوفوا، وعملته راه هو كيجي فيه واحد اللون بديك زعفران شعره ما نقول لكمش كيفاش كيجي. هذا نص اللوز الاخر كما قلت لكم هرمشته بديك الماكينه، وهذا طحنته بديك اونو دو ستريس ماكينه ديال 1 2 3 تولى لي بحال هكا بحال ولا املو نقولوا مثلا. كنعملو حتى هو تما مع النواشف كما كتلاحظوا. هنا عملت النواشف كاملين ونضيف عليهم حتى الطحين وعاد نخلطهم مزيان 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 باش يدخل لي القوام. هنا الطحين باقا ما غربلته، ضروري من الطحين البنات خصو يتغربل. انا دابا هاد الصوف هذا راه عطيته لكم بالديتاي لان فايته دايره معكم 2 مرات الصوف في القناه، ولكن ماشي بلا ديتاي كاملين. كنت كنوريكم على المقادير ما كنوريكمش شنو كنعمل في المراحل، ولكن قلت علاش لا حتى المبتدئات يشوفوا هكا لي ديتاي كاملين ويتبعوا المرحلات ديالو كاملين باش يجيهم الصفوف مزيان مزيان. انا كيعجبني الحاجه نحطها مشروحه اولا ما نحطش نهائيا، هذا هو المشكل ديالي. ما كنبغيش نحط لكم هكا الماكلات بالزربه غير باش نوريكم الحاجه بلا ديتاي والحاجه مزيانه، وداكشي كيدي وقت في التصويره البنات والله العظيم. صراحه كنديروا مجهود باش نوريكم هكا الحاجه، وخصنا الدعم ديالكم باش دائما تشجعونا باش نقدروا نزيدوكم اكثر، سواء ليلي ولا القنوات اخرين ولا لاي واحد. راه ضروري راه كنديو كيدي لنا هادشي مجهود بزاف. كما كتشوفوا هنايا راه انا يعني كنغربل وكنبقى نحيد ديك البولات هكا كنهبطهم بيدي كما كتشوفوا. اللي هبط اللي بقى قاصح راه كنسيبو. كما شفتوا هنا راه ما خرجليش نهائيا البولات بزاف، ملي كندوزهم بيدي راه كاملين بهم محمرين، ما كيخرجليش نهائيا الطحين بيض كما كتشوفوا كله محمر. صافي هنايا منين غربلت الطحين ديالي كامل وضفت النواشف ديالي كاملين كما كتلاحظوا، غنبدا السكر كلاصي حتى هو. نعمل عيني ميزاني، مقدرش نقول لكم سكر كلاصي القياس ديالو بالضبط. هنا كما كتشوفوا تقريبا الزلافه راه ما عمراشي، نعمل منها غير واحد نص زلافه ونخلط وندوق. انا كنخلط وكندوق حتى نوصل للقياس ديال السكر اللي انا خصني او القياس الحلاوه ديال الصفوف ديالي كما خصني. انا راه ما عملتوش حلو نهائيا، راه كنعمل الصفوف دائما يكون ناقص سكر، وعاد كنبقى نضيف له هكا في الزواق ديالو كنضيف له شي شويه من الفوق وصافي. ما كنبغيوش هكا الحلاوه، ومن الاحسن الحلاوه تفادوها، يعني السكر هو غير مرض. انا ما كنبغيش نعمل له اش كيقولوا له يا ربي مشات العسل، حيت العسل بحال كيعلكوا ديك التعليكه بحال كيقصحوا مع المده كينشفوا. لان نتوما عارفين العسل راه كيدوز واحد الوقت راه كيجمد، وراه يقدر يجمد لي حتى الصفوف ديالي. كل واحد وشنو كيعمل في الصفوف. انا كنتبع الصفوف ديال ماما ما كتعملش فيه نهائيا العسل، حتى انا ما كنعملش فيه العسل. كنعمل السكر كلاصي كناكلوه مره راه نتوما عارفين كناكلوه شي دائما، وكنقلوا منه السكر. كل واحد يعمل قياسو، اللي كيعجبو السكر يزيد، اللي كيعجبو ناقص ينقص، وانتم ماشيين. هنا كما كتلاحظوا انا يعني كندوز كل شيء بين يدي بهذه الطريقه هذه حتى كيوليني على هذا الشكل هذا، يعني كيدخل كل شيء مع بعض، النواشف كاملين بهم بهذه الطريقه حتى كيدخلوا كاملين. كنحربلهم بين يدي كاملين بهم حتى كيوليو لي
هكا داخلين في بعضهم، كنحس بهم صافي ما بقاوش ديك الحبيبات بزاف وديك الشيء صافي. كنجمع يدي وكنبدا نعمل. فدابا بديك الحاجات ديال الليكيد كنبدا هذه عندي الزيت بلديه، عملت نص كاس شويه ناقص ديال زيت بلديه. هذه الزبده ديالي من بعد ما عملتها نوازيط، راه هي عندنا البرده البنات، راه هي جمدت، راه دغيا زعما ماشي بزاف باش حيتها من البوطه، راه هي تبارك الله دغيا دغيا جمدت بحال كما كتشوفوها، بحال واحد بوماد يعني ماشي مشكل. كما كتلاحظوا كنكبهم كاملين هكا في دقه، لان عارفه القياس ديال الزيت بلديه وديال الزبده هو هذاك. هنا عندي الزيت ديال القلي ديال اللوز، عملت منه غير واحد شويه حتى هو كنستعملوه كيلذذ، عملت منه غير واحد شويه ونبدا نجمع. منين نجمع ديك الساعه الا شفت باقي خصني الزيت غنزيد من نفس الزيت اللي هو ديال القلي ديال اللوز. كنبداو نجمعوا بيدنا وحنا ماشيين معاه، وضروري ما ندعكوه مزيان. انا هنا راه نبدا نهرق من الجنابات، غير خليوها على الله ولكن ماشي بزاف. المهم ضروري لان هادشي خصو البانيو، وانا ما عنديش شي بانيو كبير. كنغلب على القصاعي وصافي، وكنبداو ندعكو بيدنا بهاد الطريقه هادي وحنا ماشيين معاه بشويه بشويه. وخصو الجهد، دلك وارتاح. مما كتكونش واحد الكميه كبيره ديال 3 الكيلو ولا ديال هذا ديال الطحين، دغيا كتجمعوا، راه ما كيغلبش عليك بزاف. ملي كيكون الكميه كبيره والعائله كبيره وخصكم تعملوا لا 3 الكيلو 4 كيلو الطحين، راه خص الراجل اللي يدلك ما دلك المراه ما كيبقاش غلب ديك الساعه نهائيا. اولا كتقسم على هكا الكيلوات وانت كتدلك حتى طيح كتافك. اي والله يعاوننا على هذا الشهر ان شاء الله، ويدوز على خير وبخير ويغلبنا ربي عليه ويغفرنا ربي الذنوب. هادشي ما نقول. هنايا من بعد ما كنشوف هكا الزويته ديالو شي هذيك ولا خصني نزيد، ذقت السكر جاني باقي نصو شي شويه كثر من القياس صراحه، زدت واحد شويه عاوتاني كما كتلاحظوا. قياس ما كان باقي لي في ديك الزليفه، واحد شويه ناقص عليه كما شفتوا، غربلتوش كامل. ونزيد شي شويه ديال الزيت كما شفتوا، غير واحد شويه هكا، واحد 4 كاس، ونحرك صافي. هذاك القياس ما كان باقي خصني في الزيت. ونبدا عاوتاني ندعك وانا ماشيه، كندعكوه مزيان بيدنا، كندخلوا فيه القوام كامل بشويه بشويه، بحال كنعجنوا الخبز كما كتشوفوا، بحال كنجمعوا الطحين د الخبز وكنعجنوه هكا بديك الطريقه حتى كنغلبوا عليه مزيان بهاد بيدنا هكا. وسمحوا لي على يدي، انا راه ضروري من يدين، انا ما كنعرفش نعمل شي حاجه هكا ونقول نعمل ليغو هكا ولا نعمل زعما المعلقه ولا هكا، لا. كما كنعمل في داري كنعمل هذا، كانت التقاليد ديالنا كاملين كما كنكون طبيعيه في داري، راه كنكون معاكم، ما كنحاول نهدي لكم حتى شي حاجه اكثر صراحه. هذه هي انا. هنا من بعد صافي ما جمعته كملته. شوفوا كيفاش كيجي لونه كما شفتوا الطحين، وقياس ديال داكشي ما قليت، جا لونه كيحمق. اللون ديال الصفوف الاصلي اللي خصو صراحه يجي هو هذا الصفوف التقليدي البلدي ديالنا. كما كتشوفوا هنا كيبان لكم بحال ميدم، حق ملي كتفتحوه هكا راه هو من الداخل ديالو ما ميدمش بزاف، اللي دم ديالو يعني هو هذاك. كما خصني انا راه كنبيتو، كنخلي القوام ديالو يدخل فيه مزيان. عاد من بعد كنعملو في الحكاك ديالو، ونوريكم الطريقه ديالي انا كيفاش كنعملو. وهنا الغدا من بعد ما صافي بات وكمل وتا العشيه، جبت اللوز اللي حيت منه بحال نقولوا هكا واحد 150 غرام د اللوز، والسكر كلاصي اللي غندردر عليه هكا من الفوق. انا قلت لكم كنعملو مسوس باش كنزيد له شي شويه هكا السكر من الفوق. الحكاك عزلت هاد الحكاك هاد المره هادي اللي جاو طويولين مزيونين صراحه، جا فيهم الصفوف. هانتوما تشوفوا معايا، هادو شريتهم من واحد الشوب هنايا في كيلبرن ديال الهنود. جبرت فيه هكا الحكيكه طوال، قلت له ما اجي هذا وقتكم. وهنا عندي كما كتشوفوا كما وريتكم اللوز والسكر كلاصي. وهنايا عندي الحكيكه ديالي، شوفوا القياس ديالهم كما وريتكم، قياس هكا واحد 2 شبوره وشي حاجه زايده. جمعوه لي الصراحه كامل، نتوما تشوفوا كيفاش يجي.
واحد انا راه عاد رديت البال، راه واحد عندي فيه الغطاء ترونسبارون، واحد ما كيبينش الصراحه. عاد رديت معاكم البال دابا، نيت هكا كنهضر معاكم وعاد رديت له البال. هنا صافي نبدا نهز الصفوف ديالي بهذه الطريقه هذه، ونبدا نستف في الحكاك بهذه الطريقه، وكنبقاو ماشي كنبزعوه اولا كنبقاو نمعسوه هكا بيدنا اولا بالكوتشاره ولا لا، كنبقاو حنا كنكبو حنا بحال غير نفتحوا له البلاصه، ما تبقاوش تهاديو معاه تبركوا عليه ولا لا، هكا باش كيجيكم ديك الصفوف في الهزه في كلشي كيجي مزيان، وما كيبقاش يطلق لكم زيت. كل ما بركتوا عليه كل ما هذا راه كيبقى يزيت لكم. بهذه الطريقه كنبقى نعمر الحك ديالي وانا كنضغط عليه وكنعطيه شكيل. شوفوا دابا حتى بهذه الطريقه انا كنزوق زعما، راه كنعمل له شكيل زعما. المهم مديوش عليا، راه انا وما كيقول لي عقلي. شفتوا راه زعما راه كنتفنن. المهم كنحاول نعمل معاكم اللي كيبان. هنا ندردر معاه السكر كلاصي هكا من الفوق، هذا غير النص اللي عملت، عاد نضيف ليه الفوقاني. هنايا عملت واحد شويه غير هكا شويه ديال، نتوما عارفين السكر كلاصي راه ماشي هو السكر العادي، كيكون خفيف، ونضيف له هكا شي شويه ديال اللوز من الفوق باش منين كنهزو ديك الهزه هكا ونعملوه في الطبسيل مع ملي كدير هكا شي معلقه فماك ولا هذا كتجيك ديك اللويزه هكا فماك، وهذا كيجي لذيذ صراحه، كيجي كيحمق. طريقه ماما زعما ما شاء الله عليها، شنقول لكم ربي يخليها لنا ويخلي كل واحد امهات ديالو ويطول لهم ربي في العمر. هنا كنت باقا كنزيد معاكم، صدقت جبرت الكاميرا طفات وما صورت لي والو. صافي عملت الوجه الثاني، انا نوريه لكم في الحك الثاني، وغنضيف له كما شفتوا هكا الوجه الثاني الاخر. انا ضفت له عاوتاني السكر كلاصي وضفت له اللوز، ودابا عاوتاني الاخر غنضيف له السكر كلاصي واللوز. هذا الوجه الاخراني كما كتلاحظوا القصعه صافي سالات خوات هزوا لي تبارك الله ما شاء الله. هذا الحكاك هذا ديالي الصفوف ديالي كامل. هنا كنحاول نعمل له وريضه، شي وريضه هكا ولا شي حاجه كنتفنن زعما، واحد عيرميت فيه هكا اللويزات من الوسط، والاخر كنحاول نعمل فيه هكا شي وريضات ولا هكا باش نتوما يعجبكم الحال. صراحه لا، عاوتاني ضروري الانسان ضرب في الحاجه تماره راه خصو يوريها بواحد الصوره مزيانه ويعني يشكرها راسو. انا كيعجبني حاجه ملي كنعدلها نشكرها، لا جات مزيانه ما جاتش مزيانه كنقول ما جاتش مزيانه. هنا الصفوف ديالي هو هذا جا ناضي، جا ما نقول لكمش كيفاش جا المذاق ديالو، مكرهتش نوريكم نذوق كل وحده فيكم كتفرج فيا، ولكن نوض والحدقات عدلوت. انا عارفاكم كل وحده وعندها ما يتقال، واي امراه راه هي حادقه وفي يدها ما يدار. يعني شنقول لكم النساء كاملين تحيه ليهم صراحه، وهذا المجهود اللي كنضربوه في العواشر راه ما يوصلوش النص ديالو الرجال صراحه الله. راه حنا اللي كنصوموا وحنا اللي كنضربوا مجهود، والله يغفر لنا الذنوب ويجعلوا ربي بمغفرة الذنوب لينا كاملين ان شاء الله. كما شفتوا الحكاك عجبوني كنوريهم لكم كيفاش كيتشدوا مزيان، ضروري خصنا نعملوهم في الحكاك كيتشدوا مزيان. وصافي هنا كنظن انني ساليت معكم الفيديو. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه يعني وريتكم الطريقه ديالي وشاركت معكم حتى انا شي شويه ديال العواشر. الى عجبكم هذا الفيديو عملوا لي لايك باش دائما نشارك معكم الحاجات. باي باي.